شكرا جزيلا. طبعا أنا سعيد بتواجدي اليوم في منصة لوطية للمرة الثانية على التوالي في موسم طنطان 2023. شكرا للجنة المنظمة، شكرا لكل من سعى في نجاح هذا المهرجان الطيب. طبعا قصتي بكل بساطة ولأول مرة أقولها أنا الحين، قصتي مع الصحراء المغربية بدأت في عام 2019 لما قدمت أغنية طنطان يا دار الكرم، وأتيت للأموغار لأول مرة. تكللت ربي لك الحمد بالنجاح، وبعدين افتتاح قنصلية سفارة الإمارات في العيون، قدمت فيها نداء الحسن بعد ما استأذنت من صاحبها الأصلي الملحن عبد الله عصامي، أوجه له أفضل تحية، واللي كتب كلماتها رحمة الله عليه الزجال فتح الله المغاري. قدمت فيها أغنية نداء الحسن، وكانت ذكرى جميلة مع افتتاح القنصلية. هذا فتح لي آفاق جدا جميلة إني أهتم بثقافة أبناء الصحراء وتحديدا الحسانية كلهجة، وتقارب العديد من المصطلحات معنا في دولة الإمارات العربية المتحدة خلاني يعني أعير اهتمام كبير في البحث موسيقيا في الجانب الثقافي عن إمكانية بناء تلاقح ثقافي مختلف فريد من نوعه. تلاقح الثقافات بين الإمارات والمغرب سابق، يعني من الأزل موجود، لم نبتكر شيئا جديدا، ولكن الجديد في هذه الموضوع والجديد في 2023 أن نحن جبنا لحن إماراتي من الصحراء الإماراتية الأصيلة وكلمات حسانية صحراوية مغربية، يعني تجانس وتمازج فريد من نوعه، كان لي الأسبقية فيه والحمد لله. وأشكر لجنة المهرجانات على دعمها لهذا المشروع. أنا لولا الله سبحانه وتعالى وأفضالهم علينا ما كنا أعطونا الفرصة أن نحن نشارك ونتواجد. الأغنية ناجحة جدا، لاقية حصاد كبير. أنا من أول ما وصلت من مطار طنطان وأنا أتجول في المدينة، يعني أنا صاحب الأغنية تعبت من كثر ما أسمعها، والناس تضيف وتبارك وتهنئ. أنا أبارك لنفسي محبتكم يا أهل طنطان، وأبارك لنفسي ولبلدي أني أستطيع أن أكون نشر ثقافة بسيطة نوعا ما فيما يتعلق بتمازج وتلاقح الثقافتين الإماراتية والمغربية. الله يعمر بيكم ومليككم يطول عمارهم ويوقي بالطنطان واللي ساكن بالطنطان.